السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة، وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب كل سنة وانتوا لربنا أقرب. آه، أنا الفيديو ده هعمله. أنا كنت جايبة لفة جلاش، أو اللي هي لفة البقلاوة الجاهزة اللي بيقولوا عليها، وبعدين طلعت ناشفة ومفتفتة وملزقة بالشكل ده. فقلت جات لي الفكرة، يعني قلت طيب كام واحدة اشترت جلاش او عشان تعملوا صنف حلو يعني زي البقلاوة وكده، وطلع بالمنظر ده وطلع بايظ، هتعمل فيه ايه؟ هترميه؟ لا طبعا مش هنرميه. النهاردة ان شاء الله هنشوف هنعمل بيه احلى حلو باذن الله. هنبتدي دلوقتي. هنقسم كده اللفة من النص، هتلاقيها معاكي بتتفتفت وملزقه وكل شيء ان شاء الله، مش هنقلق. بصوا مش ناجحه خالص، وشكله كان قديم او مركون في السوبر ماركت، او عمل فك وجمد كتير، ايا كان. بصوا عامل ازاي، ما عندناش مشاكل ان شاء الله. خلي دي دلوقتي. هتقصي معاكي اللفه بالشكل ده، وهتحاولي تطلعي ورقتين ورقتين. هنا عايزين بس ورقتين، طبعا مش حلو خالص، كل حاجه فيه تقريبا ملزقه بايظ. المفروض ان انا لسه شاريه امبارح، يعني يبقى كويس، ما يبقاش بالمنظر ده ابدا. وطلعته سبته يفك من التجميد براحته. خلاص، اظن مفيش حاجه بايظه اكتر من كده، عشان بس اوريكي مفيش اي مشاكل. انتي هتحاولي تدهني سمنه بالشكل ده او زبده يعني. خلاص، هتعملي ايه في دي؟ هتعملي كده، هتحاولي تاخديها كده كده على بعضها، وهتلفيها مع بعض كده، يعني تبقى شبه الوردة شوية. هوريها لكم دلوقتي في الصينية، وبتتفتفت وبايظة وكل حاجة، ما تقلقيش، مش عايزاكي تقلقي ابدا، مفيش حاجة هتترمي ان شاء الله. بصي بالشكل ده. عايزين بالطول بقى، معلش المرة اللي فاتت بالعرض، المرة اللي فاتت لفتها بالطول مخدتش بالي. اهو اهي، هتعمليها بالشكل ده، تحاولي تظبطيه على قد ما تقدري، هتديكي شكل قريب من الوردة شوية. بالشكل ده، عشان يبقى الصورة واضحة بس. اهو خلاص، هنديها زبدة. ما ترميش حاجة ابدا، كل حاجة ان شاء الله وليها حل. واوقات كتير جدا بيحصل معانا كده في لفة الجلاش. هندهن بالشكل ده. سهلة جدا وحلوة جدا، هتشوفوها دلوقتي بعد ما استوت قد ايه جميلة. بصي بتعملي كده، بتتنيها كده كأنك بتعملي تانيات ورا بعض. اهو اهو بالشكل ده، بتتفتفت وبتتكسر، بس هنطلع منها ان شاء الله احلى صينية جلاش حلو
اعمل كذا مره علشان بس تشوفي قد ايه الجلاش معايا ناشف. طبعا انت مش حاسه انه ناشف، انا اللي حاسه قد ايه هو ناشف وبايظ ومفتفت وما ينفعش يعمل اي حاجه. عجينته ناشفه جدا، بتتقطع من اقل حاجه، يعني مستحيل نعرف نلفه بقلاوه. او حتى نعمله اي حاجه اهو. بعد ما هنعمل بقى الخطوات دي، واي قطعه عندك لفيها عادي خالص، ممكن تتلف صوابع برضو، بس الشكل ده بيبقى احلى بكتير، كانك انتي كان معاكي عجينه ناجحه وعاملاها، مش كانه كان بايظ معاكي ولا حاجه. هتدهني كده بالشكل ده علشان الوش بس يتحمر ويدي لون حلو بالشكل ده. انا مش هضيف ليه المكسرات دلوقتي، هضيفها بعد ما يخرج من الفرن، على اساس ان انا اسيب الاماكن اللي جوه دي تاخد لون كويس، وبعد كده هرجع اضيف الشربات، المكسرات الاول وبعد كده هضيف الشربات. بصوا الجلاش بعد ما خرج من الفرن شكله جميل ازاي. دلوقتي هحط فيه المكسرات، هرشها عليه كده. بتحطيها في الكيس وبتجرشيها بسيط كده، مش عايزينها مطحونه، تدي طعم احلى. نحط جوز، بالشكل ده. بحط المكسرات الاول علشان لما احط الشربات المكسرات تمسك فوق الجلاش بتاعي او ما تقعش يعني كده، بتدخل جواه بتبقى جميله قوي. هنا هحط الشربات، بيكون تقيل كده بالشكل ده. الجلاش ده استوى على درجه حراره هاديه، اخد لون من تحت ومن الجناب، وشغلت عليه الشوايه دقيقه او شويه، حاجه بسيطه ما بياخدش وقت خالص، هش جدا ويجنن. وبكده عملنا من الجلاش بتاعنا البايظ اللي كان المفروض يترمي خلاص مقطع ومكسر ومش نافع، عملنا منه شكل جميل زي ده وما رميناش حاجه. وان شاء الله تجربيه وتقولي لي عمل معاكي ازاي، انا متاكده انه هيعجبك قوي 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 بالشكل ده. طبعا يكون الشربات تقيل ويكون بارد، والجلاش هيكون طالع او البقلاوه هيكون طالعه من الفرن سخنه علشان تشرب معايا كل الوردات. شكلها جميل ازاي، هشه جدا وهتعجبك قوي ان شاء الله. بالشكل ده الجلاش بتاعنا، ان شاء الله تجربيه ويعجبك. هوريكي قد ايه بس هو هش، اسمعي شوفي قد ايه هو هش وبيقرمش وناجح ان شاء الله جدا. ان شاء الله هتجربيه وهيعجبك باذن الله. صلوا على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني.